ننتقل الآن إلى الحلقة الثانية التي أذيعت يوم 4 أكتوبر سنة 2009. قال كمال حيدري في الدقيقة 22: جميع المسلمين. يقول هذا هو النص الأول. النص الثاني الذي بودي أن يلتفت إليه ما أشار إليه ابن تيمية. ابن تيمية أيضا أشار إلى هذه الأحاديث، وبودي أيضا المشاهد الكريم خصوصا أتباع السلفية الحديثة يلتفتوا إلى هذا الكلام. هناك المتوفى 728 هجرية قال في رده على ما احتج به العلامة الحلي من أحاديث في المهدي: إن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، وهذه الأحاديث غلط فيها طوائف أنكروها. هذا ابن تيمية صريحا يقول هذا المعنى في منهاج السنة. إذا صريح عبارته واضحة، وبإمكان المشاهد يغلط من ينكر أنه هاي القضية قضية ماذا؟ قضية لا مجال لا يعبر عنها روايتها صحيحة، يقول أحاديث صحيحة. نعم. إذا مجموعة من الأحاديث ليست فكرة عابرة، خبر واحد قد يصيب وقد يخطئ. نعم. حتى يكون ظني السند أو ظني الدلالة أو ظني الثبوت كما تتفضلون. لا أبدا، وإنما القضية أعمق من ذلك. نعم. أقول أن كمال حيدري إخواني الكرام للأسف شديد لم يذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بكامله، بل بتر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، فأخذ منه ما يوافق عقيدته وترك ما لا يوافق عقيدته. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم. عند هذا الحد توقف كمال حيدري. الآن ما سأذكره بين قوسين بتره كمال حيدري. سأنبه أين تكلم كمال حيدري وأين بتر. الذي سأذكره الآن سأفتح قوسين، الذي سأذكره بين قوسين بتره كمال حيدري. نبدأ من حديث ابن مسعود وغيره كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه ابن مسعود: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. ورواه الترمذي وأبو داود من رواية سلمة، وأيضا فيه المهدي من عطرتي من ولد فاطمة. ورواه أبو داود من طريق أبي سعيد وفيه يملك الأرض 7 سنين. ورواه عن علي رضي الله عنه أنه نظر وروى عن علي رضي الله عنه أنه نظر إلى الحسن وقال إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبه في الخلق ولا يشبه في الخلق يملأ الأرض قسطا. نغلق القوسين. وهذه الأحاديث غلط فيها طوائف كثيرة أنكرها. يعني كمال الحيدري كل هذا الكلام الذي بين قوسين لم يذكره، يعني ذكر البداية والنهاية. ذلك أن الذي بتره كمال الحيدري يشتمل على الأمرين: الأمر الأول أن مهدي المسلمين اسمه محمد بن عبد الله، الأمر الثاني أنه من ذرية الحسن لا من ذرية الحسين. لكن كمال الحيدري بتر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا الله.